بيسأله باول عن مكانه دلوقتي وبيوصل له رسالة بطريقة سرية بيقول له على اسم للقطة اللي كان عايز يجيبها النهاردة لبنته. ساعتها اوكتا بيفهم الموضوع لأن باول ما كانش عايز الاسم ده خالص، فبيقول له إن هو مش هيعرف يروح لليون النهاردة وقاعد كده في بيت واحد صاحبه، فبيقفل التليفون في وش باول. ساعتها أبوه بيتكلم معاه ويقول له إنه عارف إنه فاشل وحاسس بالخوف إن بنته تطلع زيه لأنه مش عارف طريقه وفاشل في كل حياته ومش قادر إن هو يعمل مستقبل. ده غير إن هو لقى في حياته بنت صغيرة ومسؤول عنها، وبينصحه ان هو لو عاوز بنته تطلع احسن منه لازم يصلح من نفسه الاول ويكون اب كويس ليها ويعيش معاها ويربيها. فبيحس اوكتا ان ابوه عنده حق فعليا ولازم يصلح حياته، فبيقوم علشان يروح لبنته ويتصل بباول وبيقوله ان هو هيروح يجيب القطه من محل الحيوانات وهيخليها معاه لحد ما يروح لبنته في اي يوم. فبيقول له باول ان هو هيقابله في محل الحيوانات، وطبعا باول مش هيكون لوحده يعني. المهم ان اوكتا بيتصل بصاحبه ريكو اللي بيعتذر له على اللي هو عمله ويقول انهم هددوه، لكن اوكتا بيقول له ان هو عنده عرض حلو ممكن يقدمه للجماعه بتاعته، وانه هيقول له على مكان تشينو اللي اخد فلوسهم وهرب، بس بشرط انهم يبعدوه عن اوكتا وباول ويحموهم. وبيقول له على نفس المكان بتاع محل القطط لان اوكتا عارف ان تشينو هيجي مع باول، فبيوقعهم كلهم في بعض بعد ما بيمشي من محل الحيوانات. وبتجيله رساله من كوزي بتاكد له شكوكه وبتقوله انها شافت باول مع تشينو ورجالته. اوكتا بيوصل لعند محل القطط بس بيلاقيه قافل وصاحب المحل جوه، فبيطلب منه يفتح عشان ياخد قطه بس، لكن هو بيرفض. اوكتا بيتعصب وبيفضل يقول له يفتح بس برضه مفيش فايده، فبيتصل بالشرطه علشان تيجي تلحق المجزره اللي هتحصل هنا، وبيكسر باب المحل بكل قوه. وطبعا صاحب المحل شايفه بالقوه دي فمش بيرضى يتكلم معاه وبيكون خايف، فبيقول له على القطه اللي عايزها وبياخد صندوق ويحطها فيه وبيقول له يهرب ويروح يخرج من الباب الخلفي. بس المفاجاه ان هو بيلاقي رجاله تشينو ماسكين باول وجايين بيه بيهددوه بالمسدس في راسه، وفجاه بيلاقي تشينو في وشه وبيقول له يروح معاهم بهدوء. فاضل 5 دقايق بس على ميعاد بنته، وبيضربوا تشينو على رجله علشان يوقعه على الارض، وبيقول لهم انهم لازم يطوعوه من هنا ورايح ويكونوا تحت امره بس علشان يسدد الفلوس للست زعيمه العصابه والا هتقتله هو واطفاله. في نفس الوقت بتوصل لرجاله العصابه التانيه بتاعت الست وبيفضلوا يضربوا نار على تشينو واللي معاه، فبيهرب تشينو وياخد معاه باول واوكتا وبيدخلوا جوه مخزن قديم، وبيكون تشينو خايف وبيزعق فيهم. فجاه بيسمعوا صوت الشرطه اللي جت بره وعماله تضرب نار في العصابتين، فبيقول لهم تشينو انه هيقتلهم خلاص، وفعليا بيضرب باول برصاصه في رجله وفي كتفه لحد ما تظهر كوزي وتطير المسدس من ايده، وبتفضل تضرب فيه هي واوكتا، بس تشينو بيديها ضربه توقعها على الارض. ساعتها اوكتا بيفضل يضرب فيه وبيحاول يخليه يفقد الوعي، لكن ده بيستغل الجرح بتاعه ويضربه فيه جامد. في نفس الوقت بتخلص الساعه وبيضيع ميعاد ليوني، وبيفضل تشينو يضرب في اوكتا، لكن باول بيقوم وقتها وبيحاول يمنع تشينو، بس للاسف بياخد له ضربه بتوقعها على الارض. فبتقوم كوزي وبتكمل ضرب في تشينو، بس هو بيقدر يضربها بقوه وبيحاول يقتلها. اوكتا بيجمع كل شجاعته وبيقوم علشان يساعدها، وبيفضلوا يضربوا في تشينو واللي بضربه واحده بيقدر يوقع كوزي من على السور، فبتوعه وبيغمى عليها واوكتا بيفتكر انها ماتت، فبيتعصب جامد وبكل قوه بيفضل يضرب في تشينو ويطحنه من غير رحمه وبيرميه بعيد عنهم لحد ما اوكتا نفسه اللي بيقع من التعب. بيحاول تشينو يقوم من تاني بس المره دي كوزي بترجع له وبتضربه بقوه لحد ما بتقع هي كمان من التعب، ويظهر كده ان تشينو مش بيستسلم وبيقوم علشان يضرب كوزي. بس المفاجاه بقى ان ساعتها باول هو اللي بيقوم يضرب نار بالمسدس اللي لقاه وبيهدد تشينو ان هو هيقتله فبيهرب. وبعدها بيقوم اوكتا وكوزي بتروح تلحقه وبيقول لها تروح تطمن على باول، وبيقوم هما التلاته بالعافيه بيتسندوا على بعض وبيعتذر له باول تاني لكنه بيسامحه وبيقول له يزود مرتب كوزي لانها تستاهل. وبعدها بيروح اوكتا ياخد القطه عشان يروح لبنته بعد ما فات 5 دقايق على الميعاد، فبتقول له كوزي ان هو محتاج اسعاف لكن هو بيقول لها انه كويس ومش محتاج، وفعلا بيكمل طريقه لبنته بس واضح انه تعبان جدا وماشي بالعافيه. فبيقف عند مطعم وفجاه بيلاقي تشينو في وشه من تاني فيجمع قوته عشان يواجهه من تاني، لكن تشينو نفسه اللي بيقع قدامه مش بيقدر يتحرك. اوكتا بيغسل الجروح اللي في وشه وبياخد القطه عشان يروح لبنته، لكن عند مدخل بيته مش بيقدر يتحمل التعب وبيقع على الارض، والقطه بتمشي من ايده. وساعتها ليوني بتيجي تشوف ابوها على الارض فبتجري عليه تحضنه وبتساله عن اللي حصل له، فبيقول لها حادثه بسيطه بس. مينا بتخرج وتشوف اللي حصل وبتلاقي بنتها في حضن ابوها وبتشوف القطه الجميله اللي جابها لها، فبتقول للمحامي يلغي الاجراءات بعد اللي هي شايفاه قدامها. وبكده بيفضل اوكتا جنب بنته وكمان مراته ومن غير اي بعد خالص. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الملخص اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم أجدد وأجمد ملخصات عفريت أفلام.